علاج السكر علاج بسيط جدا. أتمنى من الله عز وجل أنه كل من يشوف هذا الفيديو ينشره على أوسع نطاق حتى يستفيد كل مريض سكر. كل مريض سكر بالعالم راح يستفيد من هذا الفيديو بإذن الله، لأنه علاج مجرب، علاج مضمون مكفول بإذن الله عز وجل. راح نعطيكم عدة علاجات بسيطة جدا وسهلة جدا ورخيصة جدا. طبق ببيتك واستفيد وادعي لي خلال 20 يوم إلى الشهر، شهر ونص تقريبا، لأنه يختلف من واحد لواحد. في ناس عندها سكر قليل، في ناس أكثر من 300، في ناس 400 و600. يعني جسم اللي فيه 600 ما يتحمل على طول بالإبر، على طول بالحبوب، ورغم هالشيء يزيد عنده السكر. لكن في ناس عندها 300 200 150، فيختلف من جسم لجسم. أريد الكل يستفيد من هذا الفيديو وينشره على أوسع نطاق حتى تستفيد كل الناس، ويكون صدقة جارية لي والأهلي إن شاء الله وتعالى. وكل من ينشر هذا الفيديو راح تكون صدقة جارية بإذن الله عز وجل. هو بعد ما ماتوا راح يلاقيها حتى بدنيا بإذن الله يلاقيها. الناس مرضانة، الناس تعبانة، الناس هلكانة، راح نقدم لها علاج حتى نكسب الأجر والثواب. علاج بسيط. نجي على هذا العلاج، هو الحلبة والكزبرة. راح ناخذ الحلبة والكزبرة، ملعقتين من الكزبرة وملعقة من الحلبة، نحطهم سوا. نحط 5 كاسات مي، ملعقتين من الكزبرة وملعقة من الحلبة، صار 3. نحط 5 كاسات مي على هاي الخلطة، نحطها على النار، نغليها تقريبا 3 دقائق 4 دقائق، وبعده نطفي ونخليها لا تبرد. قبل ما تبرد مظبوط خليها دافية، نصفيها ونشرب كاس الصبح وكاس المساء للي عنده سكر من 300 وتحت. اللي عنده سكره من 350 وما فوق 400 وفوق ياخذ صبح كاس والمساء كاس، الصبح كاس والظهر كاس والمساء كاس، يعني ياخذ 3 مرات باليوم بالنسبة لعلاج السكر. هذا أفضل علاج.